السلام عليكم ورحمة الله خوتي خواتاتي، تنتمنى تكونوا في صحة جيدة، تنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. كما تلاحظوا بالنسبة لواحد الموديل عندنا اللي هو صالون تقليدي بلدي اللي هو عاطي واحد الصورة جميلة وغني عن التعريف. صالون اللي فيه لمسة مغربية. كما تلاحظوا هنا بالنسبة لهذا الصالون هذا حاولنا ننزلوه في واحد المكان اللي هو معروف عند المغاربة اللي هو قصر الباهية. تنشكرو هاد الناس هادو اللي وضعوا فينا الثقة واختارونا من عشرات الحرفيين، تنشكروهم من هذا المنبر هذا. كما تلاحظوا هنا بالنسبة لهذا الصالون هذا حاولنا ننزلوه في واحد المكان اللي هو مكان معين. الصالون خلى واحد الصورة جميلة في هذا المكان اللي هو قصر الباهية. كما تلاحظوا الإخوان اللي هما جنود الخفاء اللي عندهم واحد العمل جبار في هذا الميدان هذا وتعطيو لمسة جميلة في هذا العمل الجيد. كما تلاحظوا هنا الإخوان عندنا 4 السدادر اللي هما الحجم ديالهم 2 متر و40. حاولنا ننزلوه في هذا الصالون هذا، اللهم بارك. واخا هذا الصالون كبير شي شوية ولكن اخترنا واحد المكان اللي هو أو اخترنا واحد المكان معين. صورة جميلة. بالنسبة لهذا الموديل هذا دار علدرز بروميان وحاليا ما عطيناهش اللمعة ديالو، ولكن الناس اللي اختصاصيين في هذا المجال ديال الصناعة التقليدية حبوا يخليوها هكاك، ما بقيوش ما فيه لا فيرني لا والو. حنا حاولنا حتى نفينيناه بالمسائل ولقينا فاش كنا بينا نحاولو نديرو الفيرني ولاو اختاروا يخليو هاد النوع هذا بلا فيرني بلا والو باش يعطي واحد الصورة جميلة وفي نفس الوقت تيخلي واحد البصمة لهاد المكان هذا. كما تلاحظوا خوتي خواتاتي صالون جميل. والاخوان اللي بغى يدخل لهاد القصر الباهية وقت ما شاف هاد الفيديو هذا يتفكرنا ويبارطاجي معنا ويدعمنا باش تكون العمل غادي مستمر. يلا خوتي خواتاتي، تنتمنى تكونوا في صحة جيدة والسلام عليكم ورحمة الله.